أنا ست متجوزة ومارست التخبيب مع راجل، وما كنتش أعرف يعني إيه تخبيب إلا بعد ما عملته مع الراجل ده لمدة 3 سنين متواصلة. اسمعوا مشكلتي وشوفوا إيه اللي أنا عملته وعملته إزاي، وقولولي أتصرف إزاي في الموضوع ده. مشكلتي النهاردة كارثة من كوارث الزمن اللي إحنا عايشين فيه، والمشكلة دي بيعملوها رجالة وستات كتير قوي، وهي السبب في خراب البيوت. صاحبة المشكلة النهاردة بتقول: أنا ست متجوزة من 9 سنين، عندي ولد وبنت. جوزي راجل طيب ومحترم جدا، وكل الناس كانت بتشكر فيه وفي أخلاقه وفي أدبه، وفعلا وبعد ما اتجوزنا اكتشفت قد ايه هو راجل طيب وحنين، وبيعمل كل اللي يقدر عليه عشان يبسطني. طبعا في السنة الأولى أنا حملت في ابني، وكنا مبسوطين قوي بالحمل ده، وعشنا أسعد فترات حياتنا. وبالأخص أنا كنت مبسوطة قوي مع جوزي، كان مهنيني ومدلعني وبيعمل كل اللي نفسي فيه. بس المشكلة إن هو كان بيغيب كتير قوي عني بسبب شغله اللي كان واخد كل وقته. وطبعا عارفين الأيام دي صعبة قوي على الكل، فكان لازم يشتغل كتير وكتير قوي عشان خاطر يجيب لي كل اللي أنا عايزاه، وما بقاش محتاجة لأي حد. فلما كنت بقوله: انت بتغيب عننا كتير بسبب الشغل، بيقولي: والله غصب عني، انا عايزه اجيب لك كل اللي انت بتتمنيه، ومش عايزك تحتاجي لاي حاجه ومن اي حد. وبعد كده جبت بنتي، الحمد لله. بعد ما جبت بنتي فاضطر انه يشتغل شغل تاني غير الشغل الاساسي بتاعه عشان يوفر لي كل حاجه انا واولادي. وزي اي بيت يا جماعه، كنا اوقات بنتخانق ونتصالح ونرجع نتخانق تاني ونتصالح، بس بصراحة عمره ما غلط فيا ولا أهني. كنت بحس دايما ان الحياة روتينية قوي، بيروح شغله وبعد كده بيجي يتغدى عشان يلحق ينام ساعة ويروح شغله التاني، وبعد كده يرجع من شغله التاني يجي يقعد معايا شوية أنا والعيال ونتعشى، وبعد كده بينام. حتى لو اضطر يوم ان يقعد معانا واحنا مثلا بيتفرج على التلفزيون، ببص الاقيه بينام على نفسه، وطبعا بيصعب عليا، فبقول له: قوم ادخل نام. انا بصراحة كنت زهقانة قوي من الموضوع ده، انا مش حاسة بأي مساحة عنده. انا عارفة ان هو مشغول، وعارفة ان بيعمل كل ده عشاننا، بس انا كنت محتاجة ان هو يبقى بس ساعة جنبي، ساعة واحدة يشوفني عايزة ايه، يشوفني زعلانة حزينة مبسوطة، عايزة حاجة محتاجة حاجة، انا كنت محتاجاه يكون جنبي. لدرجة أنا كنت ساعات بتصل بيه وهو في شغله، كان بيكلمني كلمة واحدة وبقية المكالمة كان بيرد على ده ويجاوب على ده، وأنا كل ده على التليفون معاه، وأفضل يجي نص ساعة على التليفون معاه، وفي الآخر نتكلم مع بعض هما كلمتين بس لحد ما أزهق وأقفل التليفون. حسيت إني أنا محتاجة حد يطمن عليا، حتى لو كانت دقيقة واحدة بس في اليوم، يشوفني انا فيا ايه، مبسوطة ولا لا، متضايقة ولا لا. فكنت بابا مخنوقة قوي لما باجي بقوله، بيقولي: والله غصب عني، انا ما عنديش اغلى منك انتي والاولاد. طب اعمل ايه؟ انا عايزة اوفر لكم كل الامكانيات، وعايزة أأمن لكم مستقبلكم عشان ما تحتاجوش لحد خالص. وطبعا مرة على مرة انا بقيت مخنوقة قوي، وحاسة اني انا عايشة لوحدي رغم اني اولادي معايا، بس انا حاسه ان انا بعيده قوي عنه. وفي مره جوزي كان في الشغل واولادي نزلتهم الحضانه، وطبعا انا خلاص روقت وخلصت شغل البيت بسرعه، وفضلت صاحيه الصبح لوحدي. فدخلت على جروبات كلها شباب وبنات، وتعرفت على شاب من الجروب ده، شكله كده كان امور قوي. عرفت شكله من صوره البروفايل، وفضلنا نتعرف على بعض ونتكلم مع بعض، وعرفت ان هو راجل متجوز وعنده ولد وبنت برضه. وفضلنا نتكلم اليوم الاول واليوم التاني والتالت وكل يوم
لحد ما خدنا على بعض قوي، ولازم كان اليوم ما يعديش إلا لما نتكلم مع بعض، وأكلمه ويكلمني. وفي مرة على مرة بدأت أبعد عن جوزي قوي، حتى ما بقيتش أهتم هو لبس إيه ولا أكل إيه ولا عمل إيه، بقى يجي ويخرج ولا حاسة بيه، يعني وجوده زي عدمه. وبدأت أقرب من الشاب ده قوي، لحد ما في مرة من المرات قلت له إني أنا بحبك، وهو برضه اعترف لي بحبه. وكل يوم عن يوم بنقرب لبعض أكتر، لدرجة إن هو كان بيتصل بيا على طول، يعني في اليوم أكتر من مرة، وبيدقق في كل تفاصيلي. انتي لابسة ايه؟ بتاكلي ايه؟ نمتي امتى؟ وانا طبعا كنت مفتقدة الإحساس ده والشعور ده من جوزي. فأنا كنت حابة قوي من الشاب ده، لدرجة إن أنا كنت ساعات بستغرب وبسأل نفسي إزاي هو راجل متجوز وعنده ولد وبنت وقادر يوفق ما بين حياته ومراته، وما بين إنه هو بيطمن عليا كل شوية، لدرجة إنه مهتم بيا قوي. وكنت بسأل نفسي طب ليه جوزي ما كانش كده معايا؟ ده بيشتغل برضه وعنده حياته وأولاده، وجوزي برضه بيشتغل. وطبعا هو كان حكيلي عن مشاكل بينه وبين مراته، يعني العلاقة بتاعتهم ما كانتش مستقرة قوي. وطبعا جوزي كان ملاحظ اني انا متغيرة معاه قوي، وما كنتش فيه اي اهتمام بيه خالص. ما بقتش قادرة اني انا اديها له، وكل ما يجي يسألني اقول له انا تعبانة، العيال تعبني، شغل البيت تعبني، وبقيت اتهرب منه عشان ما يجيش جنبي. وفضل يقول لي طب انتي مالك؟ طب اوديك الدكتور يكشفلك ويعرف مالك وفيكي ايه. كان نفسه يعرف فيا ايه بكل الطرق، وبرضه ما ريحتوش. قلت له انا تعبانه وخلاص. وطبعا الراجل اللي كنت متعرفه عليه انا كنت بحكي له مشاكلي، لحد ما قال لي هو ازاي مش مهتم بيكي كده؟ هو اكيد مش مقدر النعمه اللي معاه. انا لو مكانه كنت هشيلك فوق راسي وهوفر لك كل الحاجات اللي تريحك وتسعدك. وفضل يقول لي كلام كتير، لدرجة أنا ما بقتش طايقة جوزي حرفيا. وفي يوم من الأيام طلبت من جوزي الطلاق، وقلت له طلقني، أنا ما بقتش أحبك ولا قادرة أعيش معاك. جوزي سمع الكلمة من هنا واتصدم. هو فاكرني في الأول إني أنا بهزر معاه، وإني أنا يعني بستفزه أو مثلا بعمل فيه مقلب. وبعد كده لما صممت، جوزي اتصدم حرفيا وما بقاش عارف يعمل ايه. وطبعا انا صممت على كلامي، وطبعا اهلي اتدخلوا، واهله هو كمان، واولادي، لكن مفيش فايدة. وهو بصراحة فضل متمسك بيا لآخر لحظة. وطبعا بتصميم مني جوزي طلقني. هو مش عارف هو عمل ايه الحاجة الكبيرة قوي اللي عملها في حياته تستدعي اني انا اطلب منه الطلاق. ده انا حتى ما اديتلوش اي سبب مقنع انه يطلقني عشانه. واتطلقت وخلصت شهور العدة. والراجل اللي انا بحبه هو كان موعدني قبل كده ان هو متمسك بيا، لدرجة اني انا لو اتطلقت في يوم من الايام هيتجوزني على طول، حتى لو على مراته. وفعلا جه اتقدم لي وطلب ايدي من اخويا الكبير، كان موافق على كل حاجة، بس طبعا شرطه الاساسي ان احنا نتجوز وكل حاجة وقدام مأذون كمان. بس الكلام ده ما يتوثقش في المحكمة عشان بس مراته ما تعرفش وما يحصلش مشاكل. فطبعا انا وافقت، واهلي وافقوا عشان هم عارفين ان انا اتجوزت رسمي ومفيش اي حاجة غلط. وفعلا اتجوزنا، وكان بيجيلي 6-7 ساعات في اليوم، وبعد كده بيروح بيته التاني. كنت مبسوطة قوي، وكنت حاسة ان احنا قربنا من بعض اكتر واكتر. وبس بعد مرور الوقت وبعد سنة حسيت اني انا مخنوقة قوي، رغم برضو ان اولادي كانوا معايا. كنت مخنوقة بسبب ان هو كان بيجيلي 6-7 ساعات في اليوم، وبعد كده بيسيبني طول اليوم. يعني هو الوضع هو. طب انا اتطلقت من جوزي ليه؟ ما انا اتطلقت لنفس السبب. فكان لما بيجيلي كنت بقوله انا زهقانه وانت بتسيبني لوحدي طول اليوم، وكان كل جوابه ليا فهمني ان في مشاكل بينه وبين مراته،
وان هم ممكن يتطلقوا في اي وقت. بس طبعا اللي انا شفته كان غير كده خالص، وطبعا الاهتمام اللي كان معشمني بيه ما بقاش موجود. فمرة كان جايلي واتكلمنا مع بعض، وقلت له انت بقيت تسيبني كتير كده ليه؟ هو انا مش مراتك وليا حق عليك؟ انا عايزاك تحس بيا، انا عملت ايه في يومي؟ مبسوطة ولا مش مبسوطة؟ انا متضايقة ولا مش متضايقة؟ كل الحاجات دي انت كنت بتقولي قبل كده، انت كنت بتقولي الكلام ده من قبل كده، انا دلوقتي ما بقيتش شايفاه. راح رد عليا وقال لي غصب عني اقعد طول اليوم معاكي واسيب بيتي التاني واولادي. قلت له طب هو انت بتيجي بس عشان تاخد حقك مني وتمشي؟ انا مش عايزه كده، انا عايزاك تبقى جنبي وتطمن عليا على طول. مش عايزه افضل قاعده لوحدي في البيت وكاني مفيش حد موجود معايا اصلا. فضلنا كده 3 سنين، لحد ما في مره حسيت ان انا زهقت قوي، وحياتي ما اتغيرتش عن جوازتي الاولانيه. ما عملتش اي تغيير في حياتي غير انا ظلمت جوزي الاولاني وخلاص. وحسيت بوحدة شديدة قوي. في الفترة دي اللي انا كنت زهقانة فيها، الاولاني كان عايز يرجعني. اتكلم مع اخويا وقال له ان احنا عايزين نرجع لبعض، واني ما فيهاش حاجة لما نحاول مرة تانية، وان انا اديله فرصة تانية، واي حاجة انا عايزاها هو هيغيرها عشاني، بس نرجع. وقال له ان هو لسه بيحبني. حسيت ان انا ظلمت جوزي، بس في نفس الوقت انا حاسة ان انا ما بقيتش احبه، وفي نفس الوقت انا مش حابة جوزي التاني. وحسيت اني انا بدأت برضو ابعد عنه، ومحتارة قوي اعمل ايه دلوقتي. لا انا قادرة ارجع لجوزي الاولاني ولا قادرة اكمل مع ده، وحاسة ان انا بقيت رخيصة واني ضيعت نفسي. فقولولي اعمل ايه؟ طبعا الكل مش عارف يعني ايه كلمة تخبيب. التخبيب ده هو انك تتعرفي على راجل، وبسبب الراجل ده تتطلقي، ويفضل يكرهك في جوزك، ويقول لها انه لو مكانه كنت عملت كده. هو انت ازاي مستحملة الوضع ده؟ انا لو مكانه كنت شلتك فوق راسي، وانا لحد ما هي تزهق وتطلب الطلاق، ويكون الراجل ده سبب في طلاقها من جوزها ودمار حياتها. والمشكلة دي يا جماعة بتحصل كتير قوي في الزمن ده، وبتحصل من الراجل والست، وبتبقى نهايتها دمار وخراب بيوت. بص يا جماعة بقى، أنا قريت القصة ومش قادرة، أنا عايزة أقول رأيي، وطبعا مستنية تعليقاتكم واقتراحاتكم لصاحبة المشكلة. انتي في الأول غلطتي، ولا احترمتي نفسك، ولا قدرتي جوزك، ولا حتى قدرتي إنه بيتعب عشانكم. هو مش قاعد في البيت وحاطط رجله على رجل، ده بدل الشغلانة اشتغل 2 عشان يجيبلك كل اللي انت عايزاه وما تحتاجيش لحد. الراجل يعمل ايه اكتر من كده؟ مفيش مبرر واحد تخليكي تعملي في الراجل اللي انت عملتيه ده. عمل ايه في حياة الراجل ده عشان تخونيه؟ ما قدرتيش تعبه طول اليوم فظلمتيه. ظلمتي نفسك وظلمتي جوزك وظلمتي اولادك. ده كان سترك يا شيخة وشايلك فوق راسه. ده انت دمرتي اولادك ودمرتي نفسيتهم. والحاجة التانية اللي انت عملتيها اصلا حرام. يعني مجرد ان انت تتعرفي على شاب وانت ما تعرفهوش ولا يعرفك يبقى حرام. هو الحرام مش مجرد ان هو واحد يلمس واحدة ولا واحدة تلمس واحد، لا، ده الحرام والزنا بيبدأ من النظرة، بيبدأ من سماع كلمة من راجل غريب او من ست غريبة. ده الحرام. ان انت تسمعي اي كلمة حلوة من راجل غير جوزك حرام. انت غلطتي من اول ما تعرفتي على الشاب ده ودخلتيه في حياتك. وكمان غير كده انت بتحكي له على كل اسرار بيتك، اسرارك انت وجوزك اللي المفروض محدش يعرفها غيرك انت وهو، بتحكي له عليها. اديكي اتجوزتيه وكان عمال يقولك ويرغيلك انا لو كنت مكانه كنت عملت كده، انا لو كنت مكانه كنت شلتك فوق راسه، انا لو كنت مكانه.
ما هو بقى مكانه عمل اي حاجة من اللي هو قالك عليها؟ ابدا. اديك زهقتي وسابك لوحدك. على الاقل جوزك الاولاني كان بيشتغل شغلانة الاولانية والشغلانة التانية وكان كل خيره ليكي. لكن زوجك التاني طبعا الزوجة الاولانية وبيته الاولاني واولاده هم اللي فايزين، لكن انتي زوجة تانية خسرانة كل شيء. انتي ضيعتي جوزك الاولاني من ايدك، كان اصيل وبرضه متمسك بيكي لاخر لحظة وعايز يرجعلك وعمال يقولك اي حاجة انتي عايزة تغيريها غيرها. هو راجل كويس وشريكي لحد اخر لحظة. بلاش الظلم والافتراء، علشان الظلم والافتراء ده اخرته وحشة وبيتقلب على صاحبه. انا خلصت رأيي، مستنية آرائكم واقتراحاتكم لصاحبة المشكلة.